افركي جيدا يا كافرة، افركي. الو، الخليفة الداعشي، نعم. لحظة لأسأل مستشاري العسكري. في مدينة الموصل هل نخلي مبنى إدارة السير؟ إذا نخلي مبنى الكلية الحربية؟ ألو، اخلوا مبنى الكلية الحربية فورا، فهذا المبنى سوف يتعرض للقصف من طائرات التحالف. اخلوه فورا. شكرا. افركي جيدا يا كافرة، افركي الوتاب. تشيرز حبيبي. هلو. وات؟ داعش سوف تذبح رهينة من اليو اس اي. اوه ماي جاد، قلبي لا يتحمل هذا الخبر. سوف اقضي على داعش، سوف ادمر داعش، لكن القصة بدها شوية وقت. فاك يو داعش. تشيرز حبيبي. تشيرز. سوري على كلمة فاك يو داعش، مجبور. ولا يهمك، فركي يا كافرة، فركي الوتاب. هلو. وات؟ داعش ذبحوا مواطن امريكي ثاني؟ اقسم بدي امحي داعش، لكن القصة بدها شوية وقت. وات؟ وذبحوا كمان بريطاني؟ اوه ماي جاد، اقسم بدي امحيها عن بكرة ابيها لهالمنظمة الارهابية، لكن القصة بدها شوية وقت. وات؟ وذبحوا كمان مواطن فرنسي؟ اوه فك داعش، فرجيهم، اعطوني شوية وقت. سوري حبيبي، مجبور قول فك داعش. كنا عم نحكي عن الرقة، نسحبوا من مبنى الواردات والصادرات، بدنا نقصفه. اوكي. افركي يا كافرة، افركي الوتاب. مش عم يرتاح الوتاب. معلش، القصة بدها شوية وقت. هلو يا شعب اليو اس اي، أنا تعرضت للخيانة من قبل صديقي وحليفي الخليفة، وسوف يذبحني، ولكن دونت وري، لا تخافوا، أكملوا الحرب على الإرهاب، فسوف نقضي على داعش نهائيا، ولكن القصة بدها شوية وقت. هيا اذبح. عندك طلب أخير؟ أنت كم؟ فركي لي الوتاب. فركي يا كافرة، فركي الوتاب.